السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة مكرونة بالبشاميل. اكتر صنف بيشرف في العزومات. هنعملها مع بعض ان شاء الله بطريقة ناجحة جدا ومضمونة. وكمان هعرفك ازاي تعملي البشاميل بطريقة ناجحة ويكون ناعم كده معاكي وكريمي جدا من غير اي تعقيد، وان شاء الله يطلع معاكي ناجح ومضمون 100%. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة هعملها هجيب كده ووك او طاسة على النار، وهحط فيها شوية من الزيت. واول ما يسخنوا معايا هنزل ببصلاية متوسطة متقطعة تقطيع صغير. هبدأ كده ادبلها في الزيت. هفضل اشوح فيها، واول ما تاخد معايا لون كده ذهبي فاتح هنزل عليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة على النار عالية علشان اللحمة ما تنزلش السوائل اللي فيها. في الاول مش هقلبها، هسيبها الاول تاخد صدمة من تحت. اول ما تاخد كده لون من تحت وتاخد صدمة هبدأ بقى اقلب فيها، بس برضو على نار عالية. انا مش عايزة اللحمة تنزل المية اللي فيها. بعد بقى ما اللحمة كلها يتغير لونها هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسود والسبع بهارات والملح. مش هحط لها اي توابل تانية. هبدأ بقى اديها كده تشويحة مع التوابل، وبعد كده هنزل عليها بجزراية مبشورة وواحدة بس من الفلفل الرومي متقطعة تقطيع صغير. هديهم تقليبة بس كده بسيطة، الخضار يدبل حاجة بسيطة. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم. هتطعمها وتديها لون حلو قوي. هبدأ بقى اقلبها كده شوية. وبعد كده هنزل عليها بكوباية مية مغلية، كوباية كبيرة من المية المغلية. هديها تقليبة وهسيبها بقى تتسبك خالص مع بعضها. في المرحلة دي انا هطفي عليها النار عشان عايزاها تبقى جوسي، مش عايزاها تبقى ناشفة. بعد كده هبدأ اعمل المكرونة. هجيب حلة فيها مية مغلية وهنزل فيها بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من الزيت. واول ما تغلي هنزل بقى بالمكرونة. معايا هنا انا عملت كيلو من المكرونة او كيسين من المكرونة. اول ما انزلها في المية هديها تقليبة كده عشان ما تمسكش في بعضها، ومش هسويها سوا كامل على النار عشان هي هتاخد سوا تاني في الفرن. هتكون معايا بالشكل ده. هبدأ بقى اصفيها واديها شطفة كده بالمية الباردة تحت الحنفية عشان نعمل بقى البشاميل. هبدأ كده اجيب معلقة كبيرة من الزبدة وهنزل عليها بكوباية من الزيت. البشاميل بالذات ملهوش معيار مظبوط، بس انا على قد ما اقدر حاولت اعمله لك بمقدار تقدري تمشي عليه. هيسخنوا كده معايا، الزبدة تسيح ويسخنوا مع بعض. تقدري تستبدلي معلقة الزبدة بمعلقة من السمنة. بعد كده هنزل عليهم بمكعب كده من المرقة. ما تطوليش عليه عشان ما يتحرقش معاكي. هنزل بقى بكوباية كده من الدقيق. زي ما انتوا شايفين الدقيق كميته مش مظبوطة خالص، ما ينفعش الكمية الدهون تبقى قد الدقيق. معايا كوباية تانية هحاول كده هنزل واحدة واحدة تدريجيا، هشوف انا هاخد منها قد ايه. بس كده تمام قوي. هو البشاميل بيكون قوامه كده، يكون ما يكونش مكلكع معاكي الدقيق، يعني ما تحطيش الدقيق يكون اكتر من كمية الدهون ويبقى مكلكع معاكي هيطلع معاكي نتيجة وحشة. اهم حاجة يكون ملمسه ناعم كده وكريمي. هتفضلي بقى تقلبي فيه. هحمر الدقيق، مش هديله تحمير، انا عايزاه ياخد لون ذهبي، واول ما يبدأ ينمل كده معايا يعمل بابلز كده هنزل عليهم باللتر من اللبن، واللبن ده يكون بارد. ركزي معايا في الخطوات كويس. هدوبهم كويس قوي. وبعد كده هنزل بحوالي لتر الا ربع من المية.
تقدري تستبدلي المية بالشوربة زي ما تحبي. لازم يكون اللبن بارد. لو حطيت اللبن سخن هتضطري ان انت تكوني بتقلبي على طول، وممكن لا قدر الله يكلكع منك. النتيجة دي مضمونة 100%. طب لو انت اللبن بتاعك سخن اصلا، ممكن تعملي الدقيق مع السمنة او الزيت، وبعد كده تسيبيهم يبردوا وتنزلي عليهم باللبن السخن. يعني حاجة تكون سخنة وحاجة تكون ساقعة. هبدأ بقى اقلب فيه. اول هو ما يبدأ يسخن معايا زي ما انتوا شايفين، كل ما يسخن كل ما هيتقل معايا. هبدأ اقلب واحدة واحدة، ما سيبهوش عشان ما يتقلش ويكلكع. هفضل اقلب فيه بالمضرب، وهو واحدة واحدة هيتقل معايا. القوام ده بالذات انت اللي بتتحكمي فيه، يعني كل ما بيفضل على النار بيتقل اكتر. زي ما انتوا شايفين حاجة كده ما شاء الله، كريمي جدا وما فيهوش اي تكتلات. في المرحلة دي هبدأ كده اضيف معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود. لو متوفر فلفل ابيض عادي حطيه، مش متوفر خلاص هو فلفل اسود وبيدوله طعم جميل. لو لا قدر الله البشاميل كلكع منك، عادي، ممكن ليه حلول كتير. ممكن تضربيه في الخلاط، ممكن تعمليه بالهاند بلندر. لو البشاميل تقل منك وانت عايزة تخففيه، هتقدري تخففيه بمية او شوربة. ولو طلع خفيف هتجيبي معلقتين من الدقيق وتدوبيهم في شوية من المية وتنزلي بيهم على الخلطة دي. زي ما انتوا شايفين قوامه بسم الله ما شاء الله ناعم جدا وكريمي معايا. هبدأ بقى اجيب المكرونة اللي انا صفيتها وشطفتها بالمية، وهجيب اللحمة المفرومة. انا هحط اللحمة عليها كلها واقلبها، مش هعملها نص ونص. انا عايزة المكرونة كلها تبقى فيها لحمة، مش عاوزة جزء يكون فيه وجزء لا. الطريقة دي حلوة جدا. هنزل عليها بشوية كده من البشاميل، وبعد كده هحط عليها رشة كده من الجبنة الرومي المبشورة، بتديها طعم حلو جدا في المكرونة. هبدأ بقى اقلبها كويس. انا حسيت ان هي عايزة شوية بشاميل كمان هحط لها، انا عايزاها تبقى جوسي من جوه. وبعد كده بقى هجيب الصينية او البايركس بتاعي، وهحط فيها كده شوية من البشاميل، وهفضل اوزعهم تحت في الارضية. لو هتعملي في صينية ألمونيوم برضو نفس الطريقة، بس هتيجي على الجناب وتبدأي تحطي بالمعلقة شوية بسيطة كده وتدهنيهم من الجنب. هنزل بقى بالمكرونة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، المكرونة كلها مليانة لحمة، عكس لو عملتي جزء وجزء. الطريقة دي افضل بكتير، جربيها وان شاء الله الطريقة دي هتعجبك افضل من الطريقة العادية. هبدأ اعمل الصينية التانية. انا الكمية اللي انا عاملاها من البشاميل دي هتكفي الصينيتين. هنزل بباقي كمية المكرونة اللي معايا، وهبدأ اوزعها كويس. حاولي وانتي بتوزعيها تضغطي عليها كده عشان تبقى متساوية معاكي في الصينية. بعد كده بقى هبدأ اضيف باقي كمية البشاميل على الوش. زي ما انتوا شايفين اهو القوام بتاعه ناعم جدا وكريمي. هبدأ كده اوزعه بالمعلقة. اهم حاجة ضغطت المكرونة كلها، ما يكونش المكرونة زهرة علشان ما تنشفش من فوق. هحط باقي كمية البشاميل اللي معايا وابدأ اظبطهم كده كويس. بعد كده بقى معاكي اختيارين. انا هعمل اول صينية دي هرش على وشها جبنة موتزاريلا، بتدي تيست حلو قوي وطعم حلو قوي. الطريقة التانية او الاختيار التاني هجيب كده صفار بيضة وهحط عليها رشة كده من الفلفل الاسود، وهبدأ اضربها كده بالفرشة. هيكون البشاميل مسك نفسه وبقى متماسك معاه. هنزل بقى كده عليه بالصفار البيضة ده، هدهنه كده من على الوش.
تمام كده. بعد ما دهنت كله على وش البشاميل هنزل عليه بجبنة رومي مبشورة، والطريقة دي حلوة جدا وبتخلي الوش معاكي بتاع المكرونة مقرمش وطعمه حلو قوي. معاكي الطريقتين، تقدري تستخدمي الطريقة اللي تحبيها زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ادخلهم الفرن على درجة حرارة 200، واول ما تبدأ تغلي معايا من الحروف هبدأ اولع عليها الشواية تاخد وش من فوق. انا كده اهو طلعتها معاكم من الفرن، حاجة كده ما شاء الله. لو حابة تاكليها جوسي هتقطعيها وهي سخنة على طول. لو انت عايزاها تبقى متماسكة وتطلع بالقطعة معاكي هتستنيها لما تدفى كده وتبرد، مش لازم تبرد قوي، تبقى دافية كده. هتتقطع معاكي وهتطلع معاكي بالقطعة. بس انا عن نفسي انا بحبها تبقى جوسي وهي سخنة كده. زي ما انتوا شايفين المكرونة طالعة ما شاء الله حلو قوي وجوسي معايا. ما شاء الله جوسي وطعم جميل، والمكرونة مش معجنة جواها ولا متكسرة. حاولي تعمليها بالطريقة دي وبإذن الله مش هتغيريها. واللي برضو بالجبنة الرومي طعمها حلو جدا، انا على طول بعملها باللي هي الجبنة الرومي وصفار البيض، وقليل لما بعملها بالجبنة الموتزاريلا. بس الطريقتين ناجحين ومضمونين 100%. ان شاء الله هيعجبوك الطريقتين. هقطع لكم برضو من الصينية التانية عشان اوريكم قد ايه هي برضو جميلة جدا من جوه. زي ما انتوا شايفين حاجة كده ما شاء الله. طريقة جميلة وطعمها حلو جدا. تقدري يعني تختاري طريقة من الاتنين وتعتمديها. الاتنين بفضل الله هيعجبوكي جدا. يلا جربيهم بقى بطريقتي وقوليلي رأيك في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.